بعد غياب الانتظار رجعنا بحلقة أقوى حلقة هنتكلم عليها. أقوى حلقة، حلقة المراهنات. المراهنات بتعرفك إن أنت دلوقتي في مرض خطير جدا 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 جدا، اسمه سر وشهوة الربح. شهوة الربح بتاعت المراهنات دي كده في السريع، انت مش عارف تغير من نفسك منها بسبب حاجتين. انت ولا عارف الطريق الصح بتاع المراهنات دي، ولا عارف طريق الخطأ فين. انت مفكرها صح وغلط. طب حرام. لا، ما الناس كلها بتعمل كده، يعني هي جت عليا. طب والناس بتاعت اللايفات والقرف ده كله، انت يا عم انت مالك بيهم يا عم؟ يا حبيبي الحساب مش في الدنيا، يا حبيب قلبي الحساب في الاخره. انت مستعجل ليه؟ دلوقتي لو انت جيت خدتها من الطريق السهل، ربنا مش هيكرمك بعد كده ولا هترتاح في قبرك اصلا. لكن لما تنزل وتشقى في سنك وانت عندك 15 سنه، 20 سنه، 22 سنه، بدات السن الرسمي، اذا كان انت خلصت جامعه او اذا كان انت خلصت جيش او اذا كان انت خلصت معهد، لما تيجي تجيبها بعرق جبينك كده هتعرف ان انت ربنا حطك في حاجه حلوه. ما تستعجلش على رزقك خالص خالص خالص، سيب الدنيا ماشيه. لعبة المراهنات زي الابلكيشنات اللي منزلاها ميل بت وان اكس بت وبتاع تاني اسمه كده مش عارف ايه، بي تي 365. الحاجات دي كلها هم الكسبانين في الاول وفي الاخر. يا عم انت حطيت 50 جنيه، كسبت منها 600 جنيه، كسبت منها 1000 جنيه، يا عم 10000 جنيه. تعالى قول لي كده، انت هتصرف ال 10000 جنيه فين؟ هتسد بيها ديون؟ لا، سديد الديون. ربنا يدخلك في حاجه اكبر من كده، وتروح انت بقى ايه ده؟ مش انا سددت الديون عن طريق المراهنات؟ طب انا بقى هاجي اسدد الديون عن طريق ايه؟ حاجه تانية شمال. تاجر في المخدرات، تاجر في السلاح. بس انا ماليش دعوه بالحاجات دي، انا بكلمك دلوقتي في طريق المراهنات بس. هتسد الديون، بعديها بيومين حد في البيت هيتعب، وانت الذكر الوحيد اللي المفروض تصرف. هتروح تلعب لعبه المراهنات تاني عشان تجيب حق العلاج وحق العمليه وحق الكلام ده كله. يا عم ماشي معاك، تعالى معاك للاخر. هتحط 100 جنيه، هتخسرك. حط 100 جنيه تاني، هتخسرك. بعد كده هتقول ابو كده، وممكن تكسر التليفون ويجيلك حاله نفسيه. طب ليه؟ ليه تخش الطريق من الاول يا صديقي؟ ما تلعب يا عم مع فكرك ومع دماغك. ليه تخش الطريق من الاول؟ انتوا ليه يا جدعان بتحبوا تجيبوها من الطريق السهل؟ ما الدنيا حلوه وجميله اهي، والناس كلها بتفهم والناس كلها بتحس، وفي شوفان وفي كده وفي كده وفي كده. لازم احنا الحاجات تقرب، الناس تقرب من الحاجات دي مع بعض. دلوقتي في السر العائله، انا معيش فلوس هعمل ايه؟ اروح العب مراهنات؟ ما انزل تشتغل يا ابني، انزل اشتغل. روح تسند على امك ولا ابوك في 200 جنيه لحد اخر الشهر. خد سلفه من الشغل. لكن انا بقى ما باخدش مراهنات عشان اخرج الحته واروح بقى اثر في حته واجيب السجارتين وحتتين لحمه مشويين وحتتين بيره ملفوفين. انت مش عايز تعمل حاجه تفيدك اصلا. مش انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط من الدنيا؟ ما تشتغل على نفسك كده. اشتغل على نفسك كده وخلي في جراءة كده. انزل طور مهاراتك، شوف الجامعة اللي انت بتعملها، ذاكر، امتحن، روح الشغل. بدل عاداتك السيئة بعادات كويسة. يا عم انزل الجيم يا عم. ناس تقول لي انت بتقول ايه؟ انت مالك بالحاجات دي؟ ما انت الحاجات دي بتأثر على طريق المراهنات، ما دي لعبة سلبية. لو انا بدلت اللعبة السلبية بان انا رحت شفت شغلانة كويسة، ما انا كده كده هدخل فلوس اول كل شهر. هو في ايه يا جماعه؟ واحنا ليه دلوقتي بقينا ناس تقول علينا جيل فاشل؟ احنا مش جيل فاشل. احنا محصورين في اطار معين من عقليه التفكير. الحصار في اطار معين من عقليه التفكير بيودينا في حته تانيه. عارف ان رايي ده مش هيغير اي حاجه خالص، ولا هيعمل اي حاجه، ولا الناس هتسمعه. بس انا اللي واثق منه لو اتنين او تلاته سمعوني في الفيديو ده. يعني انا بقالي كتير مش بصور اصلا، كله مقضيها شورتس بسبب المذاكره وبسبب ضغط الشغل وبسبب الكلام ده كله. ناس كده لو سمعتني اتنين بس منهم بطلوا، انا استفدت. انا استفدت ان انا وجهت رساله. ان شاء الله يا عم لو 5 مشاهدين بس هيتفرجوا على الفيديو، انا استفدت ان انا فدتك. مثل بيقول لك ايه؟ الحكمه تاخدها من افواه الحكماء، ولا تاخذوها من افواه السفهاء. انا حكيم؟ انا راجل صانع محتوى يا عم، انا لسه اصلا ما حصلتش 3000 مشترك ولا 2000 مشترك. عادي. بس انا طالع اتكلم في نقطه ايجابيه هتساعد الشباب اللي زيي، وتساعد اخواتي، وتساعد الناس اللي بره، والناس اللي معايا في الشغل، والناس اللي معايا في البيت. انت ممكن تعمل غلط لو الشخص واقف فوق دماغك، لا في ربنا بقى. انت تيجي تبص كده، تيجي تبص كده،
امن على الاوضه، العب بقى لعبه الطياره، العب لعبه بلينكو البطيخه، بوم بوم بوم، اتفرج على فيلم وحش، كل دي عادات سيئه. عمرك ما بصيت فوق. ده اهم من اي حد. انت بتقول ايه يا صديقي؟ ده اهم من اي حد. احسبها مع نفسك كده وراجع حساباتك تاني. اي عاده سيئه، ادمان العاده السريه، ادمان المراهنات، ادمان ده ادمان ده ادمان ده ادمان دي، كل دي حاجات ضاره. قوم كده اتحرك كده، قوم كده اتحرك مع نفسك كده، خلي عندك شغف، خلي عندك بوسيشن كده على نفسك، استحواذ لنفسك كده. ما تخليش شهوتك هي اللي تتحكم فيك، انت تتحكم في نفسك وتتحكم في شهوتك وتتحكم في عقلك. قوم يا راجل. الى اللقاء في الحلقه القادمه.